متابعيني الاعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنكمل مع بعض النهارده بقيه وصفات العيد. هنعمل السابليه بالخلطه الجاهزه. بصوا حبايب قلبي، انا عندي هنا ده الخلطه الجاهزه اللي احنا اتكلمنا عليها في كل الفيديوهات، الكحك والبسكوت والبيتي فور عملته معاكم. ارجعوا للفيديوهات وشوفوها. انا عندي هنا كيلو من الدقيق بتاع السابليه، عليه نص كيلو من الزبده الصفراء، يعني ده كيلو عليه 500 جرام من الزبده. كل اللي انا هنعمله هنحط دقيق على الزبده وخلاص. هنضرب بس الزبده شويه كده لحد ما تبقى زي الكريمه، وننزل عليها بخلطه السابليه الجاهزه اللي معانا ديت. لا هنحط لبن ولا هنحط ميه ولا اي حاجه، هو مش محتاج. خلاص يلا نبدا. نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هجيب المضرب بتاعي كده واضرب الزبده بتاعتي كده شويه، وبعد كده انزل بالدقيق على طول. بصوا يا حبايبي، بعد ما ضربت الزبده اهو شويه بالمضرب، خلاص هنزل بقى بالدقيق بتاعي كده بتاع السابليه. بسم الله اهو، وهعجن بقى حبه حبه كده لحد ما تبقى عندي عجينه لينه. خلاص اهو. بصوا يا حبايب قلبي، دي عجينه السابليه بتاعتي اهي بعد ما عجنتها كويس اهي. بصوا شايفين العجينه طريه ازاي وعامله ازاي. هجيب بقى النشابه بتاعتي وافردها عليها ونشوف هنعمل ايه. هوريكم طريقه التقطيع، هي ليها اشكال كتير بس انا هعمل معاكم ابسط شكل واسهل شكل. بصوا يا حبايب قلبي، تشكيل السابليه هيبقى عامل ازاي. هجيب العجينه بتاعتي كده افردها على مفرش سيليكون او على الرخامه او على صينيه او بين كيسين او اي حاجه. هفردها بالنشابه كده، يبقى سمك العجينه نص سنتي. خلاص. وهجيب بقى، انا عندي القطاعات دي الاشكال اللي انا عايزاها، عايزه قلب، عايزه نجمه، عايزه يعني مثلا النجمه اهو. هنعمل كده، هنقطع مثلا ايه النجمه اهو، كل اتنين هيبقوا قد بعض. خلاص. الدايره مثلا هنقطع دايرتين قد بعض، ادي شكل من الاشكال. القلب مثلا هنقطع قلبين قد بعض. خلاص اهو. هجيب ايه بقى، هجيب اي حاجه عندي كده، دايره صغيره، مقوار، اي حاجه مدوره كده، وهاخد واحده من دول كده اخرمها من النص واشيل العجينه بتاعتها. خلاص. كل واحده هخرمها كده، وايه يبقى واحده كده وواحده كده. خلاص. اشيل الدايره دي كده اهو. خلاص. واجي بقى عندي كده وطبعا العجين دوت مش هنرميه، ده هنستعمله تاني. خلاص. اجي بقى بعد ما يستوي هنلزقه، هوريكم نلزقه ازاي. بس لازم يعني مثلا عملت 10 نجوم، اعمل زيهم كمان 10 نجوم وافرغهم. بعد كده هاخد النجمه دي اهو، اشيلها بقى. طبعا ايه، هشيل بقى العجين اللي حواليها ده كده اهو. خلاص. وهاخد بعد ما تستوي هاخد النجمه المفتوحه دي اهي، دي هتبقى النجمه المفتوحه اهي. هحطها بعد ما تستوي. طبعا انا هشيل كده اهو العجين الزياده ده كده اهو. ثواني اوريكم بس معايا اهو، عشان هفصل الكاميرا واروح اقطعهم وارصهم في الصاجات بتاعتي، وبعد كده هوريكم هسويه زي تسويه البيتي فور بالظبط. خلاص. هنضف بس كده العجين اللي حواليا ده كده اهو، وهناخده هنعيده تاني، هنفرده تاني وهنعمله ايه بالنشابه، وهنقطع بقى بالاشكال اللي احنا عايزينها. خلاص. هناخد بقى بعد كده الدايره المفتوحه دي، هناخدها نحطها بعد ما تستوي. هناخد المفتوحه دي ونحطها كده ايه، هنحط هنا مربى ونروح حاطين دي عليها كده. خلاص. بقت كده. بس طبعا بعد ما تستوي اصبح عندي السابليه اهو كده. لازم الدايرتين اهم، هوريكم برضو تاني، واحده تبقى كده وواحده كده. بعد كده هحط المربى هنا او سكر هنحط المربى، وبعد كده هنحط كده، هتبقى محشيه مربى كده. القلب نفس النظام، النجمه نفس النظام، اي شكل احنا عايزينه هنعمل منه 2 نجمه. عملت مثلا 10 نجوم، هاخد 5 اخليهم سلام و5 هفرغهم من النص. خلاص. هكمل بقى التشكيل وهوريكم برضو، هشرح لكم واحنا بنزوق. حبايب قلبي، ده اهو تشكيل السابليه بتاعنا اهوت. عملنا الدوائر المفتوحه والدوائر المقفوله، عشان زي ما قلت لكم هنحط دي على دي بعد ما السوا. خلاص. والنجوم اهي، واحده مفتوحه وواحده مقفوله، هنحط برضو دي على دي اهو. ده شكله قبل السوا اهو. هيدخل قلت لكم على 160 درجه حراره. الرف اللي في النص مش هنفتح عليه الشوايه، ما بياخدش 5 دقايق في الفرن.
خلاص هوريكم بقى شكله بعد ما يستوي. بصوا يا حبايب قلبي شكل السابليه بتاعي اهو بعد ما طلع من الفرن. بصوا زي ما قلت لكم النجمه المقفوله والنجمه المفتوحه اهو. هنحط دي على دي كده، نحشيها مربى ونحط دي على دي كده اهو بنفس الشكل كده، كل واحده مفتوحه عليها واحده مقفوله اهو كده اهو. عايزين بقى نحط مربى، نحط مكسرات، نحط شوكولاته، نحط سكر، نحط يعني تشكيله كتير قوي. خلاص اهو. وادي برضو القلوبه اهيت، ادي اهو بنفس الشكل كده، القلب المفتوح والقلب المقفول اهو هيبقى بنفس الشكل كده. خلاص انا هعمل لكم فيديو للتزيين لوحده عشان ما اطولش عليكم الفيديو، بس دي الطريقه اهي بتاعتنا. خلاص يلا حبايب قلبي انتظروني في فيديو جديد بفكره جديده ووصفه جديده. اسيبكم دمتم في رعايه الله وامن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.